طبعا الشيخ عمران حسين كان قال وتنبأ بسقوط ترامب وقدوم بايدن إلى الحكم، وأن بايدن سوف يتسبب في حرب نووية، وسبب هذه الحرب في أوكرانيا، وحدث بالفعل. وهو الآن يستفزون الناس. أمريكا مش عايزة حرب نووية، وروسيا مش عايزة حرب نووية، لأن الحرب النووية سوف تدمر العالم وتدمر الطرفين. ولكن هناك طرف ثالث، أخبث طرف، هو اللي عاوز الحرب النووية دي، هي إسرائيل. وهو هذا أمر سهل جدا، إن الموساد يعملهم ويستفزهم طرف معين ليطلق أول صاروخ نووي. فإذا حدث سوف تتوالى الصواريخ النووية، ولن يستطيع أحد إيقافها. الطرف الثالث يفعل هذا، يحكم العالم